أوبرا جايل وينفري مقدمة برامج أمريكية ومنتجة وممثلة ومؤلفة، اتشهرت ببرنامجها الحواري ذا أوبرا وينفري شو اللي كان بيتعرض في شيكاغو. يعتبر برنامج أوبرا وينفري البرنامج التلفزيوني الأعلى تقييم في التاريخ، وده لأن النقابة الوطنية عرضت البرنامج لمدة 25 سنة متتالية. طبعا الموضوع ده سبب شهرة كبيرة لأوبرا وخلاها تحصل على لقب ملكة وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت أغنى أمريكية من أصل أفريقي في القرن العشرين كله، وتخطت ثروتها ال3.5 مليار دولار. ولكن هل الإعلام لوحده كافي لتحقيق الثروة دي؟ أكيد لا. أهلا بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو ده هنعرف إزاي قدرت أوبرا وينفري تجمع الثروة دي كلها خلال مسيرتها المهنية. بدأت أوبرا حياتها في بلدة ريفية زراعية، كانت أسرتها بتعاني من الفقر الشديد، والدها كان بيشتغل حلاق ووالدتها كانت بتخدم في البيوت. بعد انفصال أهلها عن بعض عاشت أوبرا مع جدتها، وعلى حسب وصفها فدي كانت أسوأ فترات حياتها، لأن جدتها كانت بتعاملها بقسوة شديدة، وده خلاها تسيبها وتروح تعيش مع والدتها تاني. بس والدتها للأسف ما كانتش حمل إنها تصرف عليها، بس عاشت معاها فترة. ولكن بعد ما كملت ال 12 سنة أمها سابتها تروح تعيش مع والدها، ولكن بسبب سوء المعاملة اللي تعرضت ليها في بيت والدها هربت أوبرا من البيت. على حسب تصريحات أوبرا في بعض الحوارات الصحفية فهي تعرضت للاغتصاب في فترة طفولتها، وكانت بتعاني من سوء معاملة أقاربها ليها. درست أوبرا في مدرسة لينكولن الثانوية، ولكن انتقلت بعدها ودرست في مدرسة نيكوليت الثانوية. وهي عندها 17 سنة شاركت في مسابقة ملكة جمال بلاك بيوتي تينيسي، وده ساعدها في الحصول على أول وظيفة ليها في محطة إذاعية اسمها WVOL. بعد ما كملت ال 19 سنة اتفرغت أوبرا للإعلام بشكل كامل، واشتغلت في قناة في ناشفيل. في أغسطس عام 1978 شاركت أوبرا في برنامج حواري اسمه توكينج ار بيبول، وكانت بتحقق 220 ألف دولار سنويا، أي ما يعادل 560 ألف دولار دلوقتي. في عام 1984 أدركت ABC إمكانيات أوبرا، فتعاقدوا معاها لمدة 4 سنين علشان تقدم برنامج حواري خاص بيها. البرنامج كان مدته 30 دقيقة تقريبا من إنتاج شركة وورلد كينج برودكشنز، وحصلت أوبرا على 250 ألف دولار بشكل سنوي من التعاقد ده، أي ما يعادل 600 ألف دولار دلوقتي. وبعد نجاح استمر 8 سنوات تم تقديم عروض كتير من قنوات مختلفة للعمل مع أوبرا، فاختارت محطة شيكاغو لتقديم البرنامج الصباحي AM شيكاغو، وحققت نجاح كبير وقتها وقدرت تنافس برنامج دانهيو. وبعدها تم تغيير اسم البرنامج ذا أوبرا وينفري شو. في البداية استهدف البرنامج قضايا المرأة فقط، ولكن تم توسيع موضوعات البرنامج بعد كده وأصبح بيناقش القضايا الاجتماعية والأعمال الخيرية ومجالات تانية كتير. البرنامج نجح نجاح كبير جدا لدرجة إن الحلقة الواحدة كانت بتتخطى 50 مليون مشاهدة. استغلت أوبرا النجاح الكبير لبرنامجها وخدت حقوق الملكية لبرنامجها وأنشأت شركة خاصة بها، وأصبحت المسؤولة عن إنتاج وعرض برنامج ذا أوبرا وينفري شو. وطبعا الموضوع ده كان من أذكى القرارات اللي أخدتها في حياتها، لأن البرنامج ده كان مصدر لجزء كبير جدا من ثروتها. بس ما كانش ده المصدر الوحيد، لان في 2015 تم تعيين اوبرا عضو مجلس اداره شركه ويت واتشرز، وحصلت على اسهم في الشركه بقيمه 43 مليون دولار، وحصتها فضلت تتضاعف لحد ما وصلت ل 400 مليون دولار. في 2019 وقعت اوبرا عقد متعدد السنوات مع شركه ابل لإنتاج عروض تكنولوجيا للشركة. وفي عالم التمثيل ظهرت أوبرا في أفلام كتير زي ذا كولر باربل اللي تم عرضه سنة 1985. ظهرت كمان في بلوفيد سنة 1998 وفي ذا بيتلر في 2013. وبحلول عام 2014 كانت أنتجت العشرات من البرامج والأفلام التلفزيونية والمسلسلات، وتم ترشيحها لجوائز كتير جدا، منها جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم ذا كولر باربل، وكمان حصلت على جائزة أكاديمية جان هيرشولت الإنسانية. جزء كبير من ثروة أوبرا بيتمثل في العقارات اللي بتملكها، فأوبرا عندها أكتر من 1000 فدان من العقارات في الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار. من 1985 لحد 2015 كانت عايشة أوبرا في بيت في شيكاغو مساحته 9625 متر مربع، بس بعته في 2015 مقابل 4.5 مليون دولار. ونقدر نقول ان افضل اصولها العقارية المثيرة للاعجاب هو قصرها اللي موجود في مونيتيستو، قصر مساحته 23 ألف متر مربع، اشتريته في 2001 مقابل 50 مليون دولار. النهاردة قيمة القصر ده بتتعدى 90 مليون دولار. وفي 2016 اشترت مزرعة مساحتها 23 فدان مقابل 29 مليون دولار. وفي 2019 اشترت منزل بجانب القصر بتاعها
بقيمة 6 مليون و800 ألف دولار علشان تبقى مساحة الأرض اللي بتمتلكها في المنطقة دي 67 فدان. في 2018 اشترت أوبرا عقار مساحته 42 فدان في جزيرة أوراكس في ولاية واشنطن بقيمة 8 مليون دولار، وباعته في 2021 مقابل 14 مليون دولار. وفي 2014 بنت أوبرا منزل في تولوريد بمساحة 8700 متر مربع على قطعة أرض مساحتها 3 فدان، وأنفقت على بنائه 14 مليون دولار. أما بقى في 2002 اشترت أوبرا أول عقار ليها في جزيرة ماوي، وعلى مدار السنين أنفقت أكتر من 60 مليون دولار علشان تجمع أكتر من 900 فدان في ماوي. بتمتلك أوبرا حاليا 13 عقار في جزيرة ماوي. إلى جانب كل الأعمال والثروة دي، تعتبر أوبرا من أكتر الشخصيات اللي قدمت مساعدات مالية ضخمة للمؤسسات الخيرية. لحد ميعاد تصوير الحلقة دي اتبرعت أوبرا بأكتر من 400 مليون دولار للجمعيات الخيرية، وكانت بتركز بالتحديد على المؤسسات التعليمية، فوفرت للطلاب أكتر من 400 منحة تعليمية لكلية مور هاوس في أتلانتا. وسنة 1998 أنشأت شبكة أوبراس أنجل نتورك، ودي مؤسسة خيرية الهدف منها دعم المنظمات غير الربحية في العالم كله. شبكة أنجلز أوبرا جمعت أكتر من 80 مليون دولار كتبرعات وأنفقتها على منظمات مختلفة، وبتتكفل أوبرا بكل تكاليف الشبكة الإدارية علشان ما تنقصش من فلوس التبرعات. شبكة أنجل أوبرا اتبرعت ب 11 مليون دولار لإغاثة إعصار كاترينا، بالإضافة إلى أن أوبرا اتبرعت لوحدها ب 10 مليون دولار إضافية. وفي 2007 أنشأت أكاديمية باسمها لتعليم القيادة للفتيات في جنوب أفريقيا، ولحد دلوقتي اتبرعت بأكتر من 40 مليون دولار للأكاديمية دي. وفي 2013 اتبرعت أوبرا بمبلغ 12 مليون دولار لمتحف بأمريكا، وفي نفس السنة حصلت على وسام الحرية من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. قصة نجاح أوبرا من قصص النجاح الملهمة والمحفزة جدا، لأنها قاومت وواجهت مشاكله علشان تبقى أغنى امرأة عصامية في أمريكا، وحققت ثروة تعدت 3.5 مليار دولار. ولكن خلينا متفقين انها تستحق الثروة دي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنساش يا صديقي اللايك والشير بتاعك، وتعمل سبسكرايب للقناة، واهم حاجة تقول لنا رأيك في التعليق. سلام.